جمال مناد اسم خالد في قلوب الجزائريين، أسطورة كروية، ونجم أضاء سماء الملاعب بموهبته الاستثنائية وأخلاقه النبيلة. ولد في 22 من يوليو عام 1960 في مدينة البيض، تلك المدينة الجزائرية التي شهدت بداية حلم طفل صغير يركل الكرة في الشوارع، ليصبح لاحقا أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الجزائر. البدايات والتألق المحلي. بدأ جمال مناد مسيرته الكروية مع نادي شباب بلوزداد، حيث أظهر موهبة تهديفية مبكرة. لكن التألق الحقيقي جاء مع نادي شبيبة القبائل، الذي شهد صعوده إلى النجومية. في عام 1981 قاد مناد الكناري للفوز بدوري أبطال إفريقيا، محققاً إنجازاً تاريخياً للكرة الجزائرية. لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أضاف إلى سجله لقب كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 1995. الاحتراف في أوروبا. طموح جمال مناد لم يعرف الحدود. في عام 1987 خطى خطوة جريئة نحو أوروبا، حيث انضم إلى نادي نيم أولمبيك الفرنسي. هناك أبهر الجماهير بمهاراته، وسجل 12 هدفاً في موسم 1989، مثبتاً أن الموهبة الجزائرية قادرة على التألق في أعرق الدوريات. لاحقاً لعب في البرتغال مع نادي فاميليكا وبلينانسيس، قبل أن يعود إلى الجزائر ليكمل مسيرته مع اتحاد الجزائر. مع الخضر. رمز العزيمة. في القميص الأخضر كان جمال مناد روح المنتخب الجزائري. قاد الخضر إلى التأهل إلى كأس العالم عام 1986 في المكسيك، حيث كانت المشاركة فخراً لكل جزائري. لكن ذروة إنجازاته جاءت في عام 1990، حين توج الجزائر بكأس إفريقيا على أرضها. كان مناد الهداف الأول للبطولة ب4 أهداف، والروح القائدة التي أشعلت حماس الجماهير. لم يتوقف عند هذا، فقد ساهم في الفوز بالكأس الأفرو آسيوية عام 1991. خلال مسيرته الدولية لعب 81 مباراة، سجل 25 هدفاً، تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الكرة الجزائرية. مسيرة التدريب. عطاء مستمر. بعد اعتزاله كلاعب، ظل جمال مناد وفياً للكرة. بدأ مسيرته التدريبية عام 1995 كمساعد في شبيبة القبائل، ثم أشرف على أندية كبيرة مثل شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، واتحاد الحراش. في عام 2015 خاض تجربة خارجية مع نادي الوحدة السعودي، حيث ترك بصمة مميزة. كما عمل مساعدا للمدرب رابح ماجر في المنتخب الجزائري، مواصلا عطاءه للكرة الجزائرية. الرحيل المؤلم. في 22 من مارس عام 2025 أسدل الرحيل الستار على حياة جمال مناد بعد صراع قصير مع مرض السرطان. في ديسمبر 2024 اكتشف المرض في مرحلة متقدمة، وعاد من بروكسل بعد علاج لم يثمر. توفي في مصحة خاصة بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 64 عاما. أقيمت جنازته في مقبرة عيسات إيدير بباني مسوس، بحضور حشد من الشخصيات الرياضية والسياسية، في مشهد يعكس مكانته في قلوب الجزائريين. إرث خالد. جمال مناد ليس مجرد لاعب، بل رمز للعزيمة والتواضع والوفاء. مهاراته التهديفية، روحه القتالية، وأخلاقه العالية جعلته قدوة لأجيال من الشباب.
رحيله أثار حزناً عميقاً في الأوساط الرياضية، وتلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأندية عربية كالأهلي المصري تعازي حرة. وداعاً يا جمال مناد، أيها الأسطورة التي لا تغيب. اسمك محفور في تاريخ الكرة الجزائرية، وذكراك تعيش في كل هدف سجلته، وفي كل قلب هتف باسمك. ستظل نجماً يضيء سماء الخضر إلى الأبد.